عزيزي المشجع الجميل، اخيرا ظهرت وطلعت للنور عقوبات مباراة بيراميدز والاهلي الاخيرة واللي حصل والضجة والمواويل اللي حصل دي. بس اول ما تشوف العقوبات تحس ان انت ايه كاهلي او كنادي اهلي مضطهد شوية، يعني ما بيطبقلكش القانون ليه من البداية؟ طب انا اشمعنى بيطبق عليا اللائحة بحذافيرها واندية تانية ما بيطبقش عليها؟ دي كلها امور هبينها لك في الفيديو ده وبالدليل الواقع. يعني انا مش هفتري ولا هجيب لك حاجة، لا هجيب لك حاجة حصلت لأندية تانية ونفس الشيء حصل للأهلي، ولكن الأهلي بيطبق عليه اللائحة والانديه تانية زي الزمالك ما بيتطبقش عليها اللائحه. هي المواضيع دي يا صديقي هنتكلم فيها، بس في البدايه ما تنساش تعمل لايك وشير لو مش تابعنا، ريت تابعنا ويلا بينا نخش في المفيد. العقوبات اللي صدرت امس في منتصف الليل دي، او يعني ما يقرب من منتصف الليل امبارح، مش عارف الميعاد الغريب وليه اتاخرت قوي كده، عقوبات الاهلي وبيراميدز او مباراه بيراميدز والاهلي. خلينا اكلمك كده عن العقوبه بتاعت الشيبي وان توقف وغرامه، تمام مفيش مشكله، الانذار والشده واللي حصل مفيش مشكله، خد عبد الفتاح خد وقف مباراه تمام مفيش مشكله ايضا. بيراميدز برضو واخد غرامه عشان اللي حصل من الدكه ومش عارف ايه والنوش اللي عملوه تمام. بس لما تيجي بقى تبص على العقوبه اللي اصدرها الاتحاد او اللجنه المنظمه ضد النادي الاهلي وضد جمهوره، الا وهي غرامه 50,000 جنيه على النادي الاهلي وحرمان 75 مشجع اهلاوي. هنا هتقول لي طب ما اللائحه بتقول كده يا عم بلال، انت مستغرب ليه ومستعجل؟ هقول لك يا صديقي تعال نرجع فلاش باك كده لورا في مباراه الزمالك والمصري واللي حصل فيها نفس الموضوع، وحصل سباب جماعي من جمهور نادي الزمالك الى ان اللجنه والاتحاد طبقوا 50,000 جنيه غرامه على نادي الزمالك بدون وقف ولا مشجع. يعني نص اللائحه اتطبقت والنص الثاني مش مشكله عشان الناس ما تزعلش. لكن عند الاهلي عشان خاطر هتاف ممدوح يا سوسو ضاعت فلوسه في 75 واحد اتوقف. طب هنا هتقول لي يا عم ما هو برضه هتاف خارج ومش عارف ما يصح، هقول لك هنا ما يصحش، وهنا برضه هتاف جماهير نادي الزمالك في مباراه المصري برضه ما يصحش. بس انت هنا كاتحاد ليه وقفت مشجعين لمده مباراتين والناحيه الثانيه ما وقفتش اي مشجعين؟ الغرامه واحده مفيش مشكله، مع ان اللائحه بتنص وقف الجمهور في حاله السباب، فانت هنا ما وقفتش. واشمعنى الاهلي؟ دي نقطه تبين لك ان الاهلي مضطهد وحقه ما بيتاخدش. نقطه تانية بقى ونيجي وقالها هي احاله شكاوى الاهلي وبيراميدز للجنه الانضباط. طيب ده جميل، انا ما عنديش مشكله انك تودي الشكاوي دي للجنه الانضباط، لان المفروض ان الحاجات دي ما جاتش ولا في مراقب المباراه ولا حتى في شريط الفيديو او شريط المباراه والكلام ده كله، ان انت تودي لجنه الانضباط والشكوى اللي قدمها الاهلي في لعيبه بيراميدز اللي نزلوا ستوري واللي نزل بوست واللي قال للجمهور مش عارف ايه واللي سب الجمهور والكلام اللي حصل دوت من لعيبه بيراميدز وايضا من بعض من اداريين بيراميدز، وده شكوى النادي الاهلي. تيجي بقى اليمه الثانيه يقول لك ايه؟ شكوى الاهلي وبيراميدز، وهنا بيراميدز وبيراميدز هنا مقدم شكاوي ايه؟ يعني ايه اللي حصل من الاهلي عشان بيراميدز يقدم شكاوي؟ من ضمنها مثلا قال لك عشان خاطر في ناس في مجلس اداره الاهلي يعني قالوا الفاظ وعملوا وشاوروا ومش عارف ايه، مع ان ده اصلا مش من طبع الاهلي ولا اداريه. بس مش مشكله يا عم، قول اللي انت عايزه وساعتها قدم دليلك ولجنه الانضباط هي اللي تفصل. انا ما عنديش مشكله انك تقدم في ده كله شكاوي وكله يروح للتحقيق، مفيش مشكله جدا. ولكن هنا لجنه الانضباط هتطلع العقوبات امتى؟ لو نرجع ورا شويه، وتحديدا في مباراه بيراميدز والاهلي واللي حصل فيها مشكله حسين الشحات والشيبي. لما حسين الشحات عمل اللي عمله وكل الناس غلطته، طلع اعتذر للاعب في وقتها، واللاعب الشيبي اتقبل الاعتذار، ولكن النادي الاهلي وقع عليه عقوبه، وايضا الاتحاد او لجنه الانضباط بعدها بيومين تقريبا بيومين، ما عدتش يومين، وقعت عليه غرامه، وقعت عليه ايقاف بعدها بيومين. اما الاهلي لما جه يقدم في اللاعب لما اشتكى في المحاكم، وده المفروض شأن رياضي وما ينفعش يخرج للمحاكم المدنيه وحاجه زي كده للاتحاد، وده اللي اقره الاتحاد نفسه وقدم للجنه الانضباط الشكوى ضد اللاعب. لجنه الانضباط ساعتها ما اتحركتش الا لما القضيه خلصت، وفي الاخر قامت موقفه الشيبي مش عارف كام مباراه، والشيبي تقدم تظلم والتظلم يوقف العقوبه، فبالتالي الشيبي بيلعب عادي ومفيش مشكله. لكن ساعه الاهلي الموضوع اتحرك بسرعه، اما غير الاهلي ما اتحركش. واجي لك نقطه ثانيه الا وهي فين عقوبه دونجا وزيزو في الملعب لما حصلت، وايضا فين عقوبه مدرب الزمالك جوميز لما دفع الحكم
في صدره واللي كله اتشاف ايضا فين؟ مفيش عقوبه صدرت، والمواضيع دي كلها ماتت واتردم عليها بالتراب ولا اي حاجه طلعت. طب ليه التاخير؟ لكن مع الاهلي السرعه. هنا بقى نيجي، هل لجنه الانضباط هتطلع العقوبات دي قبل العقوبات السابقه؟ يعني انا مش فاهم، هل انت هتجتمع امتى؟ والمفروض حتى الاهلي مقدم شكوته من امتى؟ من بدري. يعني المفروض انت يوم الاربع كنت مجتمع، المفروض انت بتجتمع حد واربع، مش كده ولا ايه؟ فانت المفروض كلجنه الانضباط كنت المفروض اتناقشت في الموضوع واصدرت عقوبات، ولكن انت ما اصدرتش اي عقوبه ولا تقريبا فتحتوا الموضوع تمام. طب ليه التاخير لما بيكون الموضوع عند الاهلي، لكن الموضوع ضد الاهلي ايه بسرعه وتلاقي الانجاز؟ وهنا بقى انا اخشى ما اخشاه ان الموضوع يطلع بعد كده ان بيراميدز مقدم والاهلي مقدم ودي قصاد دي، ويا جدعان اتصالحوا والصلح خير. مفيش الكلام ده، لان ادله بيراميدز او اتهامات بيراميدز، ويعني هذكر لك حاجه بسيطه، حته امام عاشور وهم مقدمين فيه شكوى انه حرض حسين الشحات انه ما يسلمش على الشيبي، وده مفيش روح رياضيه والكلام ده كله. يعني امام عاشور حرض الشحات ما يسلمش على الشيبي، والشيبي اللي ساب الممر نفسه او ساب الصف نفسه عشان ما يسلمش على ولا لاعب من الاهلي، ده في احترام وفي روح رياضيه؟ مش عارف. لكن انا مع ان الكل يروح عند لجنه الانضباط ويروح للتحقيق، ولكن السرعه. وهنا لجنه الانضباط في علامات استفهام كبيره جدا لازما ان هي ترد عليها، ولازما الاتحاد يطلع يرد على المواقف دي. ليه السرعه بس ضد الاهلي واما يكون الحق مع الاهلي في تباطؤ بشكل كبير جدا؟ وايضا لما يكون في خطأ من النادي الاهلي يتطبق عليه اللائحه بحذافيرها، واما يكون في اخطاء مع انديه تانية تتطبق حسب الهوى. مش كده ولا ايه؟ انت يا عزيزي شايف حاجه غير اللي انا شايفها دي؟ قول لي في التعليقات بعد اذن حضرتك، وما تنساش نعمل لايك وشير للفيديو. لو مشتركين في القناه اشتركوا وفعل زر الجرس، ولو بتشوفنا على فيسبوك يا ريت تعمل لنا متابعه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.